السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض حواوشي باللحوم. حواوشي اقتصادي جدا، ينفع معاك افطار، ينفع معاك عشاء، وجبة كده تسد وقت الجوع بتاع نص الليل، ما بيخش وقت خالص، سهل جدا ولذيذ من سهولته. اولاد ممكن يعملوه لوحدهم. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، هنعمله ازاي وحواوشي من غير لحوم ولا فراخ. هنشوف مع بعض الطريقة وان شاء الله تعجبك وتنفذيها. يلا بينا، بسم الله. كده معانا ايه؟ معانا حبة بطاطس كده متقشرين، 3 4 حبات بطاطس، حبتين طماطم وبصلة وقرن فلفل حراق، كلهم كده اهو زي ما انت شايفة. هاخد البطاطس هبشرها في المبشرة، وهبشر برضو الطماطم والحاجات دي كلها. يلا بينا نشوف ازاي هنعملناهم. ادي الحاجات اهي. بشرت البطاطس في المبشرة اهي، هوريها لك. دي في الجهة اللي هي الخشنة دي. والبصل، وهعصر البصل من المية تماما، والطماطم برضه هبشرها وعصرها من المية. معانا البهارات بتاعتنا، بهارات حواوشي وملح وفلفل وكمون كده، وهحطهم كده اقلبهم مع بعض. وريحة الخلطة دي بتبقى تحفة جدا يا جماعة. وكمان معانا نحط معانا فص ثوم، نسيت اقول لكم، نحط معانا فص ثوم كده بيخليه ريحة تحفة. معانا اي عيش عندك، اي عيش، ده العيش اللي بتجيبيه من الفرن اهو. قطعيه نصين، قطعيه هتباع، حط الرغيف كامل زي ما هو براحتك زي ما انت عايزه. هناخد كده، قطعت الرغيف نصين اهو بالشكل ده، وحط الحشوة بتاعتنا بقى الكمية اللي انت عايزاه. الحواوشي ده اقتصادي جدا ومغذي وطعمه لذيذ، كأنك عاملاه بلحمة بالظبط اهو بالشكل ده كده. هنعمل كل الكمية بنفس الطريقة. نفتح الرغيف كده نصين ونفتحه من الداخل، ونحط فيه الحشوة بتاعتنا. على قد ما تقدري حاولي تصفي الخضار بتاعك من المية علشان العيش ما يعجنش اهو بالشكل ده. وهندهن بقى العيش بتاعنا من كل الاتجاهات، فرشة كده دهن الزيت اهو بالشكل ده زي شايفة. نجيب الصاج كده بتاع الفرن او صينية، او حابة تعمليها على البوتاجاز من فوق على الشعلة اعمليه عادي. هعمل الرغيف من فوق ومن تحت بالزيت، بحيث ما يتحرقش معاها بسرعة ويبقى مقرمش وتحميره حلو ولذيذ. انت ايه رايك يا لولو في الحواوشي بتاع البطاطس؟ صراحة تسلم ايدك يا ماما، الحواوشي دي سهلة وبسيطة جدا. انا مكنتش حاسة خالص بطعم البطاطس، انا كنت حاسة ان انا باكل رغيف حواوشي في لحمة، ما استطعمتش بالبطاطس خالص. تحفة جدا ومن جماله. هالة بتحبه جدا، تخليني اعمله لها على طول اهو بالشكل ده. سخن الفرن وحطيه في كل اتجاه كده 10 دقايق من الاتجاه ده و10 دقايق من الاتجاه ده، واطلع معاكي كده مقرمش ولذيذ. بسم الله ما شاء الله، حاجة تحفة. وجبة اقتصادية ومش مكلفة ومن غير لحوم خالص. الناس النباتيين بقى اللي ما بياكلوش اللحوم والحاجات دي اهو، وصفة ليهم مخصوص، وتسد معاكي في جوع اخر الليل. تحفة، بسم الله ما شاء الله. اتمنى الوصفة تكون عجبكم. بحبكم في الله، يا ريت تجربوها وتقولنا ايه رأيكم فيها في التعليقات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.